يطلب منها اغرب طلب ممكن يخطر على بال اي حد في اللحظه دي. قال ايه؟ عايز يتجوز بنت الملك. كان يا مكان في قديم الزمان وفي مملكة بعيدة عاش صياد مع أسرته الصغيرة حياة سعيدة. النهار كان يطلع الصياد يلم عدته ويشد على البحر ما يرجعش إلا آخر اليوم، ومن كتر ما الراجل ده كان شاطر وأمين وذمته نظيفة كان بيبيع صيده يوميا كله للملك ذات نفسه. في يوم من الأيام والصياد بيلم شباكه لقى في وسط السمك كابوريا سحرية ذهبية خطيرة جدا. أما روح البيت وفرز السمك من كتر إعجابه بالكابوريا خدها حطها عندهم في النيش ديكور. وكالعادة مرات الصياد خدت السمك فضته في الطشت وشلحت الجلابية عشان تقعد تنضفه قبل ما يبيعوه، إذ فجأة لقت صوت من وراها بيقول لها استوري نفسك يا حاجة، مش معقول اللي عينينا بتشوفه ده. الست انبهرت وما بصت وراها عشان تشوف الصوت جاي منين لقيته طالع من الكابوريا. خدت بعضها وجري على جوزها تندهله يشوف البلاوي اللي بتتحدف عليهم اللي بيجيبها لهم لحد عندهم البيت يبقى بيت ابونا، وكابوريا تيجي تقول لنا نلبس ازاي ونعمل ايه. المهم اما الصياد جه فعلا عشان يتاكد من كلامها الكابوريا اتكلمت تاني، والمره دي طلبت منهم لو مش هيضايقهم ياكلوها معاهم. ده ايه الفقر الازلي ده؟ كابوريا اللي صيدينها عشان ياكلوها يبيعوها جعانه وعايزه تتعشى معاهم. المهم في حاله من الذهول والصمت التام قعدوا الثلاثه على السفره يتعشوا، حطوا للكابوريا طبق من اكلهم زيهم بالظبط، ولحد ما خلصوا اكل محدش فيهم نطق بكلمه. بعد الاكل الصياد قام عشان يلم الاطباق يدخلها المطبخ، وساعتها اتفاجئ ان كل الاكل اللي كلت منه الكابوريا اتحول لذهب. هو ده الكلام. هو الصياد كان اوريدي معجب جدا بالكابوريا، بس بعد موضوع الاكل اللي اتحول ذهب ده عاليت من نظره من هنا لهنا، بقت اهم فرد في البيت ومحدش يقدر يكسر لها كلمه. استمر الوضع على ده الحال لمده ايام واسابيع وشهور، خلالهم كانت اسره الصياد شايلين الكابوريا من على الارض شيء، بيعملوها احسن معامله وياكلوها احسن اكل، سوشي، سي فود، بسطرمه كل الحاجات الغاليه جدا دي، واللي برضه في نفس الوقت يبقى شكلها حلو جدا لما تتحول لذهب. لحد ما في يوم من الايام الكابوريا هتنده مرات الصياد وتطلب منها اغرب طلب في العالم. لحد اللحظه دي القصه كانت تمام. قال ايه؟ عايز يتجوز بنت الملك الصغيره اللي زي القمر. هنا بقى الهبل هيبتدي. طبعا مع اسعار الذهب اليومين دول محدش كان يقدر يقول للكابوريا لا ولا يرد لها طلب، حتى الهطل اللي لسه سامعينه ده. مغلوبه على امرها مرات الصياد خدت بعضها وراحت للملك. اول ما دخلت حكت له قصه الكابوريا السحريه المجنونه من طقطق لسلام عليكم، وسالته اذا كان موافق على جواز الكابوريا من بنته الاميره الصغيره اللي زي القمر. للاسف حلقتنا خلصت، فهنكمل القصه الرهيبه دي في حلقه بكره. مرات الصياد والكابوريا الاثنين في حله والله ان كابوريتك انت قلتي ايه كابوريا؟ دخلت طبعا على الملك مرفوعه الراس تاوزهايمر. الكابوريا قال لها نو بروبلم، مفيش مشكله ماما هاشا باي.